الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في حلقه جديده على قناتكم الماستر والمجهول. في البدايه مش عايزين ننسى نعمل اشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد، وزي ما وعدتكم اللي هتسمعوه هنا مش هتسمعوه في اي حته. عايز اقول حاجه في الاول بس، شكرا يا زمالك، شكرا يا غريمي، شكرا يا زيزي. قول زي ما انت عايز تقول. هتقول لي شكرا ليه؟ هقول لك شكرا ليه. الاهلي يفوز على الاتحاد السكندري 2-1 وتصدر الدوري. سجل الهدف الاول للنادي الاهلي اشرف بن شرقي بعد اسيست من عرضيه رائعه كالعاده من احمد زيزو. سجل الهدف الثاني احمد زيزو من ضربة جزاء. طالعين يقول لك زيزو مش عارف عامل 4 اسيست، مش عارف 2 ولا 3 منهم من عرضيات ومن ضربات ركنيه. طب يا عم دي عمل اسيست اهوت مش من ضربه ركنيه. وبعدين لو من ضربه ركنيه انت مشكلتك في ايه؟ طلع يقول لك زيزو اجوانه من ضربات جزاء. يا راجل والله العظيم انت عسل. لا لا والله بجد. ومن عندك كان اجوانه منين؟ طب انت عارف ان زيزو مساهم في ال10 ماتشات، في مثلا ماتشين، قول ماتشين 3 ما لعبهمش. يا عم قول لعبهم كلهم، انا مش هقول لك بقى كان مصاب مش كان مصاب. في 10 ماتشات مساهم في 7 اجوان بس، اسكت. فالف مبروك نادي الاهلي تصدر الدوري. وتعالوا نتكلم عن الماتش. بدأ الماتش كرة في نص الملعب، مفيش ضغط عليه، مفيش استحواذ تام من الاهلي زي ما متعودين، يعني مفيش الاستحواذ اللي هو 70 80%. لا، الكورة بدأ في نص الملعب ما بين الاهلي والاتحاد. في الدقيقة 7 تسديدة حلوة من بن شرقي بس طلعت عالية شوية فوق العارضة. في الدقيقة 8 بدأ الإنذار الأول لأحمد كوكا. عايزين نقف عند الحتة الشمال دي شوية، الجبهة الشمال للنادي الأهلي. أنا بالنسبة لي الأهلي كان بيلعب النهاردة 10 لعيبة، أحمد كوكا ما كانش موجود. طب إحنا هنفضل في المشكلة دي كتير؟ هنفضل في مشكلة الباك الشمال وقلبين الدفاع كده كتير؟ ما أنا مش فاهم. انت جيت في بدايه الموسم جبت محمد شكري مفيش مشكله، مشيت الدبيس ليه؟ ما عندكش بديل لمحمد شكري. كوكا ما بيلعبش باك شمال، كريم فؤاد ما بيلعبش باك شمال، بيأدي فيها كريم فؤاد بس ما بيلعبش، مش مكانه باك شمال. يعني كريم فؤاد هيعمل لك الاوفرلاب، هتلعبها له يعدل على يمينه عشان يرفع العرضيه. فانت ليه مشيت الدبيس؟ ليه؟ لو عشان ما كان يبقى موجود مع شكري دلوقتي، شكري اتصاب تلعب الدبيس باك شمال بيلعب برجليه الشمال. انا بالنسبه لي والله لو كوكا عمل ايه يعني، لعب ماتش الزمالك ولعب مع منتخب كويس، انا بالنسبه لي كوكا مش باك شمال. وما ينفعش نكمل بقيه الموسم على كده. انت لسه لما توصل باذن الله، باذن الله تعدي المجموعات في افريقيا ونص النهائي وربع النهائي وباذن الله النهائي، وشوف بقى هنلاعب سان داونز ولسه عندنا بيراميدز في الدوري، والله اعلم هنلاقيهم في افريقيا ولا لا. فمش هينفع باك شمال كده خالص. اتلعبت الكوره باص على الارض عادي في الدقيقه 8 الكوكا، معرفش عايز يستلم ازاي ولا عايز يعمل ايه. الكوره عدت من تحت رجله، لاعب الاتحاد خدها راح عامل فاول، هوب انذار لكوكا. في الدقيقة 10 تريزيجيه برضو رقص واحد والتاني وعمل تسديدة كويسة بس طلعت اتصدت من الحارس، اتصدت من حارس الاتحاد. بعدها على طول بكام دقيقة في الدقيقة 14 هاني لعب عرضية كرة طولية لزيزو. برضو هاني، أنا بالنسبة لي هاني نجم الماتش. استمر استمر، وكل الدعم ليك والجمهور كله. شوف الناس كلها على السوشيال ميديا وعلى الفيسبوك وفي كل حتة عاملة معاك ايه. كويس، هتلاقي انك كويس. واحسن لاعب في اخر 3 4 ماتشات هو محمد هاني ارنولد، محمد هاني ارنولد. فيا رب تستمر على كده. لعيبه حلوه قوي لزيزو. زيزو الكره يا دوب طبت من لمسه واحده، راح لاعب العرضيه بن شرقي برده راح مستلم ما سماش على الكره، هوب الهدف الاول للنادي الاهلي في الدقيقه 14. في الدقيقه 18 برده ياسين مرعي لعب كره طوليه حلوه قوي لتريزيجيه، او لا لجراديشار. برده جراديشار حاول يستلمها وبتاع بس طلعت اوفسايد. وانا بالنسبه لي الاهلي مفيش مهاجم، يعني انا بالنسبه لي مع كامل احترامي لمحمد شريف وجراديشار مفيش مهاجم. مفيش. يعني انا بالنسبه لي برده التشكيله اللي بيلعب بيها دلوقتي هي مثلا هي دي اللعيبه اللي موجودين. لحين عوده امام عاشور، لما امام عاشور يرجع، لو انت لسه ما وصلتش ليناير وما جبتش مهاجم سوبر، مهاجم سوبر وادفعوا فيه، هتبقى التشكيله الامثل. هتلاعب امام جنب بن رمضان ووراهم مروان، وهتلاعب تريزيجيه شمال، وهتحط بن شرقي مهاجم. ما فيهاش غير كده. انا مش هفضل في الهم اللي انا فيه ده كتير. في الدقيقة 20 اتلعبت كرة عرضية من جوه ال6 ياردة، اتلعبت بالهيد من مهاجم الاتحاد محمد الشناوي، شالها من على خط الجون. فتصدي، انا بالنسبة لي تصدي عالمي، لان الكرة قريبة جدا من الشناوي وملعوبة بقوة، والشناوي شالها بردة فعل عالية قوي. فعاش شنو. ولو ركزت في الكرة ديت برده، الشناوي لما شالها الكرة لسه على الخط، يعني الكرة لسه قدام الجون بالظبط. اللي كمل في الكرة وطلعها بظهر دماغه كان ياسر ابراهيم، وانا بحب ياسر ابراهيم بصراحة وبحب روح ياسر ابراهيم.
في الدقيقه 36 حصلت هجمه مرتده على الاهلي برده، كانت ضربه ركنيه حصلت بمرتده، او لا كانت هجمه حصلت بمرتده، او هجمه برده من ناحيه كوكا. يعني هي المهم بالنسبه لي ان برده الكوره من ناحيه كوكا، مفيش هجمه خطيره في الشوط الاول او في الشوط الثاني بالجون اللي جه غير من ناحيه كوكا. في الدقيقه 42 تسديده من تريزيجيه برده، بن شرقي بيلعب الكره بالعرض، كان بيلعبها لزيزو، الكره عدت من زيزو، تريزيجيه قابلها على القوس بتاع ال 18 بوش رجله، شاطها في نص الجون بس اتصدت برده من الحارس. بعد كده اتحسبت اوفسايد على، كان اوفسايد على بن شرقي. وفي كره في الدقيقه 45 في الوقت بدل الضايع برده من الشوط الاول، ياسر ابراهيم وياسين مرعي واقفين وشهم للشناوي والكوره في النص، ده بيحاول يستلم ويرقص، ده بيحاول يستلم ويرقص. طب انتوا مستنيين ايه؟ ما تطلعوا الكوره، طفش الكوره في اي حته، انت قدام الجون، انت قدام ال6 يارده، والمهاجم بيخبط من وراك، لحد ما دخل خطفها المهاجم بتاع الاتحاد فادي فريد تقريبا بسن الجزمه 13 كده، بس الحمد لله انها جت ضعيفه فمسكها الشناوي. وخلص الشوط الاول بتقدم النادي الاهلي 1-0 بهدف اشرف بن شرقي، اسيست مين؟ ركز معايا، الهدف الاول خلص الشوط الاول بتقدم الاهلي 1-0 لهدف اشرف بن شرقي، اسيست زيزو، عنتر وعنتره بالظبط. في الشوط الثاني بدا باستحواذ كويس للاهلي في البدايه كمان عن الشوط الاول. يعني بدايه الشوط الثاني كان في استحواذ اكتر من بدايه الشوط الاول، بتكلم على بدايه اول دقيقتين ثلاثه، لكن مفيش اي هجمه. انا مستحوذ بس مستحوذ في نص الملعب، بمشي الكوره في نص الملعب، مروان لبن رمضان لزيزو لهاني، ترجع لنص الملعب يغيروا من اليمين للشمال، من الشمال لليمين، مفيش اي هجمه خطيره. لحد الدقيقه 62 ضربه ركنيه ياسين مرعي بيلعبها بالدماغ، خبطت في ايد مدافع الاتحاد، ضربه جزاء طبعا بالتخصص، دخل زيزو ما بيشمعها. انتوا عارفين زيزو بيشمعها ولا مش بيشمعها؟ ها زملكاويه يعني انتوا عارفين ما بيضيعش، الله اكبر. ويسجل زيزو الهدف الثاني للنادي الاهلي في الدقيقه 62. بعدها على طول بحوالي 5-6 دقايق راحت كوره مش فاهم برضو ايه اللي حصل فيها، كوكا واقف لوحده، لعب نص بتاع الاتحاد لعبها بوش رجله الخارجي، شارع بقى الناحيه الشمال اللي عندنا شارع، اللعيب واخد الكوره من بعد نص الملعب وبيجري، بياخد الكوره وبيجري. وبرده بالنسبه لي انا مش يعني كوكا بنسبه مثلا 70% غلطه كوكا، وغلطه اللي مفيش حد بيساند معاه، وان الجبهه بتاعته شوارع. وياسر ابراهيم مسابق فادي فريد، مسابق مهاجم الاتحاد بشويه حلوين، ياسر مسابق معرفش برده مهاجم من جاي قاطع من قدام ياسر وراح لطش الكوره الهدف الاول للاتحاد. نزل بعد كده عملنا التبديلات، خرج مروان ونزل ديانج، وخرج جراديشار ونزل طاهر. في الدقيقه 72 اتلعبت كوره حلوه برده لطاهر، طاهر فوتها سابها لتريزيجيه، تريزيجيه انطلق بالكوره بسرعته لعبها عرضيه لزيزو، شاطها حلو زيزو برده، بس زيزو لو كان ركز وركنها يمين او شمال على اي جنب من الحارس، يعني على يمين الحارس او على شمال، كانت دخل الجون رسمي. زيزو اختار ان هو يشوطها بقوه اكتر بوش رجله اكتر، فجت في نص الجون، فالحارس صدها وطلعت ضربه ركنيه. في الدقيقة 73 يعني الاتحاد جايب الجون في الدقيقة 68، في الدقيقة 73 نفس هجمة الجون بتاع الاتحاد، هي نص الملعب في ظهر كوكا، خدها جري لعبها بالعرض، بس الحمد لله ان محمد هاني لحق يلمس الكرة فطلعت من جنب العرض، الحمد لله ان ما جاتش هدف ذاتي. فنفس الكرة هي بعد الجون، يعني جابوا الجون في الدقيقة 68 في الدقيقة 71 او 72 نفس الهجمة هي بالملي. الحمد لله عدت على خير. في الدقيقة 77 طرد كوكا، انا شايف من وجهة نظري ما فيهاش حاجه، يعني انا شايف الاتنين بيجروا ورا بعض، حتى كوكا ما فيش الدفعه اللي هي، بس خلاص طرد كوكا وخرج. ومن الدقيقه يعني من قبلها احنا من حوالي اخر ربع ساعه من الدقيقه 75 76 77 والاتحاد ضاغط علينا ضغط، انا مش فاهم ايه اللي حصل. يعني اتخد معاه الكوره الاتحاد السكندري رايح بهجمه مرتده او بهجمه عاديه، فاحنا الدفاع بتاعنا بيقطع الكوره، بلاقي الكوره مع الاتحاد، الكوره الثانيه مع الاتحاد، التدخلات مع الاتحاد. فبرضه النقطة ديت غريبة، يعني انت فرق 2-1، انت مش كسبان فرق 2-3، انت كسبان فرق جون واحد، كسبان فرق هدف واحد، فانك تضغط بالطريقة ديت وانت جون واحد وانت حتى مش عارف تروح بهجمة، فالموضوع غريب. فبعد كده عملنا تغييرات، نزل عمر كمال وخرج زيزو، ونزل احمد عبد القادر وخرج تريزيجيه، مع احترامي الكامل لعمر كمال عبد الواحد، كفاية يعني كل الاحترام ليك بس كفاية يعني.
عمر كمال، قفشه، طاهر. بالنسبه لي مع اني بحب طاهر، بس طاهر الناس دي كفايه يا جماعه يعني ما. فالمهم نزل عمر كمال مكان زيزو، نزل احمد عبد القادر مكان تريزيجيه. خلاص الكرة راحت مننا، الكرة مع اخر، بقول لحضراتكم اخر الربع ساعة ديت مع الاتحاد لحد الدقيقة 84. طرد اللاعب الاتحاد الاعتراض، هو كان معاه انذار، راح يعترض على الحكم، راح الحكم مديله انذار تاني في طارد. وانا الحكم اللي مش فاهمه، انا طول الماتش مش فاهم. محمد هاني يروح يتكلم، انا يتعصب على محمد هاني، مش عارف ياسر يتكلم معاه يروح متعصب على محمد. هي مش كده يعني، هي مش كده. وانا التحكيم قرارات كتير وشك في حاجات كتير، حاجات كتير اتحسبت فيها شك، بس ماشي. دي 93 تسديده من بن رمضان، برضو نفس كرة ماتش بورتو بتاعت كاس العالم، بس هو ما ركنهاش. يعني بتاعت ماتش بورتو حطها ار 2 في البعيده او في الزاويه التانيه، لا دي برضو شاطها في القريبه بوش رجله، ما لفهاش اللفه بتاعت ماتش بورتو، فالحارس بيصدها. تنتهي المباراه بفوز النادي الاهلي 2-1. طبعا ما نقدرش نحكم لسه على المدرب، ما نقدرش نقول المدرب حلو ومدرب وحش، لسه بدري. المدرب مسك 4 تمرينات او 5 تمرينات على بعض، ما لحقش، لسه بيتعرف على اللعيبه، لسه بيتعرف على مراكز اللعيبه. وانا من توقعي ان هو مثلا نزل مثلا عمر كمال، عمل التبديلات اللي هو يشوف اللعيبه، اللي هو يشوف اللعيبه دي في ارض الملعب. فده توقعي، ان غير كده هتبقى مصيبه. فلسه بدري عليه، وان شاء الله الاداء يتحسن. اهم حاجه احنا دلوقتي ايه؟ ركبنا الدوري. يعني ايه ركبنا الدوري؟ يعني انت مش هتنزل تشوفني بالاسانسير زي ما كنت بتقول. انت فاهم قصدي؟ تيجي نشوف بقى مين اللي هينزل بالاسانسير يشوف التاني. انت الاول بس سامعني وانت تحت ولا مش سامعني؟ يعني انت وانت تحت دلوقتي سامعني وسامع صوتي ولا علي صوتي شويه؟ ولا انت اقول يا زمالك؟ انا محدش بينزل لي باسانسير. انت تقعد تبص فوق وترفع دماغك فوق عشان تشوفني. انت مركز الكام دلوقتي؟ الرابع ولا الخامس؟ ولسه بيراميدز عنده ماتشين، يعني هتبقى الخامس او السادس. واحنا كله كده تلاقي كل لاعب بنفس عدد الماتشات، تلاقي نفسك الخامس او السادس. فانا اتمنى لكم ما تفلسوش وما تبيعوش ما تبيعوش حاجه يعني عشان تسدوا فلوسكم. واتمنى تلحقوا حتى اول 7 عشان تخشوا معانا، اللي هو التصفيات بتاعت الدوري، وهيبقى مش عارف اول 7 هينافسوا على الدوري والباقي هيتنافس على الهبوط. فشدوا حيلكم عشان تبقوا من اول 7 او من التوب 7، تخشوا تنافسوا معانا وبتاع. يمكن تلحقوا لكم مركز رابع ولا حاجه. كده كده المركز الاول محسوم، معروف لمين، معروف المركز الاول لمين، والتاني اعتقد لبيراميدز. فانتوا شدوا حيلكم وما تستعجلوش في الاحتفال. ما تستعجلوش، لا تقولي متصدر لا تكلمني، انا متصدر دلوقتي لا تكلمني. فانا مش عايزكم تستعجلوا وتستنوا للنهايه. اشوفكم في حلقه جديده باذن الله. السلام عليكم.